ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. محشي الكرنب الجميل اللذيذ، طعمه في منتهى الجمال بمكون واحد ضفته على خلطة المحشي كان في منتهى الجمال. آه جوزة الطيب بشرتها على خلطة المحشي وكمان حطيتها على المحشي وهو بيستوي، كان مديله طعم حلو جدا. كمان بشرت بصلاية مع طماطماية، حطيت عليها فلفل اسود وملح وحطيتهم بقى على الرز والخلطة طبعا بتاعة المحشي اللي هي الصلصة. طبعا كلنا نعرف نعمل صلصة المحشي. بسيب منها معلقتين من الصلصة بحطهم على الشوربة، بسقي بيها المحشي. بحط معلقة من الزبدة او السمنة على الوش. بسيبها بقى كده على نار هادية، بجد بتفرق في طعم المحشي جدا لما تحطي جوزة الطيب وبصلاية مبشورة عليها طماطم وفلفل اسود وملح. بتدي طعم وريحة للمحشي. المحشي هيفرق معاكي طعمه جدا وهيكون لذيذ وفي منتهى الجمال. ان شاء الله تجربوا الطريقة بتاعتي وان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لي اشتراك لقناتي شاهي الشريف على اليوتيوب، واشتراك على الفيسبوك شاهي الشريف. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.